السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الجبنة القريش من الجبنة الموتزاريلا من الجبنة القريش. بصوا المطة بقى وجمالها. بصوا مطة ما شاء الله الى ما لا نهاية. هتعجبكم ان شاء الله بمكونات سهلة وبسيطة، وانتي واقفة كده في مكانك هتعمليها. عندنا هنا 300 جرام من الجبنة القريش، عندنا 50 جرام من الزبدة، عندنا دي نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا او ربع، يعني هخليها نص، وبعدين هنحط ربع معلقة صغيرة من الملح. طبعا المعلقة دي انا كل ده مش ملح، ده هي بس بتبقى حاجات صغيرة كده، فبضطر ان انا ازود. يعني في الاخر نص معلقة صغيرة من الملح، ولو ربع يكون احسن لو انت عايزاها دلع. خلاص هنحط كل المكونات على بعض بقى، وهنبتدي ايه ان احنا نقلبها كده بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان انت ممكن لو هي مثلا هتعلي النار عليها. طبعا حطيت الحاجات دي كلها في الاول من غير نار، ولعت النار. طب انت بقى عايزه تعلي عليها النار، تكوني واقفه جنبها وبتقلبي كده كده، انت هتبقي واقفه جنبها سواء موطيه النار او معليها، بس ايدك بقى والتقليب، لان هي بتتلسع بسرعه. وعايزه حد على طول تقليب تقليب باستمرار. وكمان يستحسن تكون حاجه ما بتلزقش، يعني تعمليها في طاسه تيفال زي كده او اي حاجه عندك ما بتلزقش. وايدك بقى والتقليب. خلاص هنا طبعا كانت النار مش كانت متوسطه. وطبعا انا لما زهقت بقى وعايزه انجز، هي بتاخد وقت يعني بس مش كتير، ابتديت اعلي عليها نار، بس تقليب 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 على طول. انا هنا بوريكم كل المراحل بتاعتها، يعني انتوا ما تتخضوش وتقولوا انها غابت على النار او حاجه، لا هي كده كده بتجيب شويه عقبال ما بتبقى كتله واحده. بصوا ابتدت ان هي ايه تمط كده، تحسوا ان فيها زي مطه، واديها لسه سايبه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي بتطلع ميتها. نسيت اقول لكم حاجه، لازم تصفوها طبعا كويس قوي قوي من الميه. يعني انا ما صفيتهاش بصراحه، فعشان كده غابت معايا برضو، فانتم ما تصفوها من الميه يكون احسن. مش هتاخد معاكم وقت قوي. بصوا بقى اهي. هنا ولا نحط لها نشا ولا نضربها في الخلاط بقى ولا الكلام ده خالص. كله وهي على النار كده، تفضلي بس عليك وعلى التقليب. بجد هتعجبكم ان شاء الله. هتحطوها بقى في الحشوات، هتدي طعم خطير. وهتحطوها على وش البيتزا او وش المكرونة، ان شاء الله هتعجبكم جدا. ليها طعم كده مميز احسن من اللي احنا بنشتريها. بصوا المطة جميلة ما شاء الله. تفضلي بقى تقلبي كده فيها اهو، ابتدت اهي تتشكل وتبقى كتلة. طبعا الزبدة هنا انا مش كتيرة ولا حاجة، انا كده كده كنت هنحط 50 جرام، يعني انا قبل كده عملتها وحطيت 50 جرام برضو، بس الزبدة ما كانتش كتيرة كده. ممكن عشان كانت المرة اللي فاتت حطها بلدي، مش عارفة. عامة هتفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تبقى كتلة، ولما تكون طرية شوية يكون احسن، بتدي مطة حلوة قوي. لكن لما تسيبيها على النار تنشف، المطة بتاعتها ما بتبقاش كبيرة زي دي. هتشوفوها كده معايا. هبتدي بقى اهو. بصوا هنا ما شاء الله المطة حلوة قوي. انا حاطط لها كده، كان عندي شريحتين من الجبنة الرومي حطيتهم وقلبتهم فيها. لو مش عايزة تحطيهم برضو براحتك. وده كيس كده تلاجة فتحته وحطيته في قلب طبق، وابتديت ان انا ايه احطها. هي مش محتاجة تقيلة ولا اي حاجة، هي كده كده اصلا مسكت في بعضها. وهبتدي ان انا اغطيها، وسبتها في المطبخ خالص عادي خالص، ولا تلاجة ولا اي حكاية زي ما انتوا شايفين. وحطيتها بقى، وبعدين بشرتها بعد ما بردت كده وهديت خالص، بعدين بشرتها. هتشوفوا معايا دلوقتي اهو مسكت نفسها اهو. وهبتدي بقى زي ما قلت لكم احطها ساعتين 3 في المطبخ لحد ما تبرد خالص وتهدى. وبعد كده هبشرها بالمبشرة، ولا فريزر بقى ولا اي حاجة مش محتاجة. وهبشرها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. وهتاكلوها بألف هنا وشفا يا رب. الوصفة والفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، وتعملوا لي لايك، وتسيبوا لي تعليقاتكم الحلوة اللي دايما مفرحاني. انا عايزة اوريكم انها ما شاء الله ماسكة ومتماسكة جامدة، يعني ببشرها بايدي اهو، ماسكاها بكل سهولة، مفيش اي مشكلة خالص اهو. انا هنا بدوقها طعمها حلو، ان شاء الله تعجبكم جدا. بصوا بقى
من 300 جرام من الجبنة القريشة اهو. هنا بقى حطيتها في ساندوتش، وحبيت ان انا اوريكم المطة هتبقى عاملة ازاي. اهو، ادي شكل المطة. شايفين؟ مطة ما شاء الله تحفة، واكتر من كده كمان. ايه رأيكم في الجمال ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.